يا رجاله عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده نشرح تالون مصنف من الشخصيات الاساسن وبيلعب جونجل. نبدا بالباسيف. باسيف تالون بسيط جدا، عباره عن ان هو كل ما بيضرب تشامبيون بابيليتي بيجمع عليه ستاك. اخرك 3 ستاك. لما تجمع 3 ستاك بعدين تضرب اللي قصادك بيزك اتاك عادي او ضربه عاديه، اللي قصادك ده بيحصل له بليد، بينزل لمده سنتين، وبتعمل دامج يقدر من 80 ل 280 زائد 10% من توتال اتاك دامج اللي معاك. وهقولها تاني وثالث ورابع وخامس. لو انت ما تعرفش يعني ايه دامج اساسي او اي بي اساسي او صحه اساسيه او الحاجات ديت، روح شوف الفيديو ده، شرحت فيه كل حاجه متعلقه بالاحصائيات الاساسيه لكل شامبيون. ده بالنسبه للباسيف. نيجي للكيو. كيو تالون عباره عن ان هو بينط على الشخص اللي قصاده اللي هو في رينج بعيد، لكن لو انت قريب منه بيغزه بس بالسيف بتاعه. الضربه دي بتعمل 95 فيزيكال دامج لحد 170 زائد 100% من بونص الاتاك دامج اللي معاه، ولو انت قريب منه بتبقى 98 زائد 150% من توتال اتاك دامج اللي معاه. ولو قتلت شامبيون بالكيو انت بترجع 10 هيلث، وبتقلل كول داون السكيلاه بنسبه 50%. وكل ما يكون معاك بيلد ارمور بنتريشن او اختراق دروع، كل ما الداش ده بيكون اسرع، والدمج على الكلوس رينج بيكون اقوى. نيجي للدبليو تالون عباره عن ان هو بيرمي خناجر في اتجاه معين. الخناجر دي بتلف وتقف ثانيه وبعدين بترجع، بتعمل دامج وهي رايحه، وهي راجعه بتعمل دامج اعلى. الدامج ده مقدر من 60 لحد 90 زائد 50% من توتال اتاك دامج اللي معاك. ده دامج الخناجر وهي رايحه، وهي راجعه بقى بتعمل من 60 لحد 180 زائد 90% من توتال اتاك دامج اللي معاك. نيجي بقى للاي بتاع التالون اللي مخليه عفريت العلبه اللي محدش عارف يمسكه. تالون بينط من فوق اي حيطه او اي تضاريس عامه، واي تضاريس بينط من فوقها لونها بيتحول احمر، ما تقدرش تنط من فوقها تاني غير بعد دقيقه. السكيلات ديت مهمه جدا، دي اهم سكيل عن تالون، دي حرفيا انت لو اتقنتها انت تقريبا كده احتراف 70% من تالون. نيجي للار. تالون بقى عباره ان هو بيختفي وبيتلف حواليه خناجر كده. تالون الشخص اللي هو بيضربه الخناجر دي بتعمل من 80 لحد 160 زائد 90% من توتال اتاك دامج اللي معاه. ولو انت ضربت حد وانت فاتح الار، الخناجر دي كلها بتروح عليه وبتعمل دامج جبار. ده بالنسبه للسكيلات. نيجي بقى للبيلد. ده البيلد اللي تلعب بيه في معظم الاجيام، بيلد تالون ثابت ما بيتغيرش، ولو انت بتلعب جونجل تاخد الرونز ديت. بالنسبه بقى للكاونترز فبص، تالون ضعيف الدقريليا، بانسيون، اكشان، ديانا، اوريانا، يون. تالون بقى قوي ضد مين؟ اري، توستد فيت، لوكس، سرافين، ايكو، فيجر، اي تشامبيون سكويش عامه او بيلعب على البوك. تالون بيبقى قوي صوت. ده بالنسبه بقى للكاونترز. نيجي بقى لطريقه لعب تالون. بص، تالون من شامبيونات القويه جدا في الايرلي جيم، يعني هو اساسا قوي جدا في الايرلي جيم، هو زي زد بالظبط كده. انت قوتك كلها في اول ما تجيب الجزمه نص ايتم بتاعت اليوم جوست بير مثلا، انت كل اللي بتعمله انك بتتحرك بقى تروم في الباب كلها. انت حاول تساعد الجنجل، تساعد التوب لين، تساعد البوت لين، حاول دايما تجيب كيلات كتير، وحاول تبقى هيد جولد على صوبك بحيث ان انت تبقى معاك دامج عليه طول الوقت. تالون من شامبيونات الاساسنز اللي اقوى فشخ، عارف سريع ما تمسكش، ممكن يوان شوت الباك لاين بتاعك كله في ثانيه. مشكله تالون ان هو بيبقى ضعيف جدا في الليت، يعني تالون بيبقى شبه يوسلس في الليت، لان معظم لو انت في فايترز تنكات عارفين هما بيجيبوا لك ارمر فبيكونتروك، خلاف ان انت هتبقى صعب تقتل حد في مجموعه يعني. وبس ده كان كل عندنا النهارده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناه، تفعل زر الجرس، تابعني على الفيسبوك، تابعني على الانستجرام، وبس يا معلم. بيس. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range, 'cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta